السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. هندخل في الموضوع على طول وبعد كده نكمل السلام. النهاردة انا هعمل معاكم وجبة سمك، وابتدينا ان احنا نعمل الرز. مسكنا بصلاية شوحناها لحد ما خدت لون شوية، ما يبقاش لون فاتح. لو انتي بتحبي الرز فاتح ما تغمقيش البصلة. انا عامة بحبه وسط، فشوفتي اللون اللي انا وصلت له؟ انتي لو عايزة زي بتاعي اوصلي لنفس اللون ده. طبعا انا حطيت حتة تومة صغيرة علشان تطلع ريحتها حلوة كده وتقلب عندك البيت كله. وشوحت الرز، طبعا كوبايتين رز او حسب افراد اسرتك. وحطيت هنا حبة فلفل اسمر. على فكرة يا جماعة، الفلفل الاسمر مع الرز الصيادية بيدي طعم حلو جدا. هنا نزلت بالمية. يعني انتوا عارفين طبعا الرز المصري كوبايتين، انا بحط كوبايتين وربع. طبعا عن تجربة لما تعرفي نوع الرز بتاعك هتقدري تتعاملي بالمية. بصوا يا جماعة، في ناس بتحط على الرز الصيادية عصير طماطم، ده بيخلي الرز يلزق منك. فنصيحتي ان انتي ما تحطوش، حطي طماطم متقطعة، حطي فلفل الوان. انا هنا البودر اللي انت شفتيه ده كان مرق الدجاج. تمام كده، احنا خلاص لقيناه اتشرب مننا ووطينا عليه. وحشتوني جدا، ما بتسألوش عليا. توقعت ان انا هفرق معاكم وهتسألوا عليا. عموما انتوا وحشتوني، هنرجع نصور تاني. هنا انا مسكت بطاطس ترانشات قطعتها وحطيت عليها طماطم وتوم وبهارات. هنعمل ايه؟ هنعمل يا كتاكيت يا حلوين، هنعمل صينيه سمك بوري في الفرن. تمام. انا من الناس اللي بتحب السمك البوري بالطريقه دي، وليا طريقه معينه في تنظيفه هقولك عليها. بصي هنا طبعا دي التحديقه، الكلمه المعتاده عندنا التحديقه بتاعت السمك يا بنات. طبعا انا هنا ما حطيتش فيها، حطيت شطه. وطبعا الشطه الايام دي ما عندهاش ضمير فمش حاميه، لكن لو انت ما عندكيش اطفال حطي فلفل ودوسي. حطيت هنا حبه عصير ليمون. تمام. السمك بقى يا جماعه انا ما بجيبه بنضفه، ما بسيب نفس القلب بتاعه، يعني بغسله، بغسل راسه كويس. لكن انا من طبيعتي بحب قلب السمك البوري، فانا بنضفه لكن بسيب بطاريخه، بسيب الدهون بتاعته. بصوا انا هنا اكتشفت حاجه، ان انا كنت لابسه كلافز في ايد والايد التانية كده، انا معرفش يعني كانت الدماغ فين. عموما مش مشكله، سامحوني، عيله وغلطت برضو. هنا بص حيقت السمك وعملته وحطيته في الصينيه، وحطيت نفس الفرشه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي البطاطس والحاجات دي كلها. بيبقى طعمها حلو جدا لو ولادك بيفضلوها. انا مش كل ولادي بيحبوها فانا ما كترتش الكميه بتاعتها، لكن لو انتي ولادك كلهم بيحبوها هتبقى وجبه حلوه. طبعا انا حشيت التحديقه يا بنات في قلب السمك، ورشيت عليه من فوق الليمون ورشيت عليه الزيت. طبعا الرز طبعا كان استوى معانا، وهندخله الفرن. وبعد ما يستوي هنحطه تحت الشوايه. هنا انا خلصت الرز. مش عارفه في مقطع جاي قبل مقطع. عموما في مقطع السلطه دلوقتي يعني جاي لكم في الطريق. ايوه ايوه اهو داخل عليكم. بص الطماطم دي سلطه بلدي، بس انا حطيت البصل. معلش كانت ايدي وجعاني، حتى هتلاقوه قطع كبيره. حطيت البصل وحطيت عليه الخل والبهارات ونزلت عليها فوق السلطه. الاكله دي كانت جميله جدا وانا عايزاكم تجربوها. عملت فيديوهات كتيره بس ما كانش في نصيب ان انا اعرضها، واشوفكم في فيديو جديد.